أفلام الرعب هذا الوقت صارت تعتمد بشكل أساسي على المشاهد الدموية والمقرفة، يعني حرفيا لو ما صنعوا فيلم رعب يتقطع فيه الشخص كل ربع ساعة، ده ما يسموه فيلم رعب. بس لو ترجع شوي أفلام الرعب ما كانت كذا، بل كانت حلوة بقصة وحبكة توضح لك الأحداث، شخصية مرعبة وعميقة عندها قصة تقشعر بدنك من الرعب. Shouting, "This isn't what happened last week! Have you all got amnesia? They just cheated us! This isn't fair! He didn't get out of the cock-a-doodle car!" وبعد كل لقطة نفهم أشياء جديدة عن الشخصية ونتعمق بشخصيتها المرعبة ونغير منظورنا حولها مع الوقت. ذا زي ما أحب أن نسميه الرعب النفسي، الرعب اللي يخليك تعيش الرعب، يوصلك إحساس الرعب اللي قاعدة تعيشها الشخصيات. أحد الأفلام ذي هو فيلم ميزري أو البؤس، أو زي ما أحب أسميه فيلم القرن. بعدين يجيك ثعلب السمائي يلقالك فيلم حق قوارض بألوان باور رينجرز ويقول لك تحفة فنية. What the hell؟ يعني إيش برو؟ فيلم أطفال، الجزء الأول كان الجزء الوحيد الحلو، يكفي أنكم أفسدتوا الجزء الثاني بأجواء الزفاف اللي ما خلتني قادر على مشاهدة الفيلم مع أهلي، ومتأكد أن الجزء الثالث بيكون فيه حبكة أطفال. يعني بالله عليك عايزني أصدق أنه إيجمان الرجل الأربعيني جده لا يزال حي؟ شكلهم ناويين يطوروا العلاقة بين روبوتنيك وإيجنت ستون. إذا كنت رجال حط قوارض الرينبوز في زبالة وخلي الحليب الحالبة. وتعال اسمع معي حبكة فيلم القرن. فيلم ميزري هو فيلم رعب نفسي النازل بال1990 من إخراج ستيفن كينج، اللي نفسه هو اللي عمل فيلم إت تبع المهرج. well, I'm Pennywise the dancing clown. المهم أحداث فيلم ميزري تبتدي في شتاء بارد. نروح لبول شيلدون اللي يلعب دوره جيمس كين اللي متفنش من 2 سنين، إذا ما أتوقع في داعي نتعمق. المهم بول يكون كاتب مشهور ونرجسي ويتعامل مع الناس بحقارة، وهو كاتب رواية اسمها ميزري. يب زي ما سمعت، ميزري اسم الفيلم هو عبارة عن رواية كتبها بول شيلدون اللي ما في أي أحد في المدينة ما قرأها، وذي الرواية بتحول حياة بول لجحيم. المهم بول يكتب الفصل الأخير من ميزري ويحطه بحقيبته ويركب السيارة في جو معصف، وتنقلب سيارة بول شيلدون في المنحدر اللي تخليك للوهلة الأولى تعتقد أنه الأخ تفنش. بس يجي البول بصيص أمل اللي يتبين بعدها أنه جحيم. يستيقظ بول ويلقى آني ويلكس، أعظم شخصية رعب بتشوفها. هي ما هي مهرج، ما هي جن، ما هي قنفذ فضائي بلون قنينة بيبسي، بس قدرت تخليني أقشعر من الخوف. كيف تبدالك بممرضة لطيفة أرادت تساعد بول بسبب أنه مصاب، إلى شخص مريض نفسي تقدر تلاحظ شيء غير طبيعي بهاي البنت، وكل ما تلاحظ هذه التصرفات الخارجة عن المألوف بتحس بالرعب. بيجيك إحساس أنه نية آني مش مساعدة بول، وذا اللي يخليك تسأل طوال الفيلم شو مصير بول شيلدون؟ شو الأشياء المخفية بخصوص آني ويلكس؟ المهم تمسك آني الرواية تبع بول وتقول له أنها من أكبر عشاق الرواية، وكان ذي هي نهاية الرواية. فتغضب آني من بول، ده الشيء يأكد أنه آني مش امرأة طبيعية زي ما البعض يفتكر، فهي مريضة نفسية. وهنا تبدأ مشاهد الخوف. بعدين يبدأ بول يحاول الهرب، وحبيت بعض اللقطات لما بول يحاول الهرب بس آني تمسكه وما تخليه يهرب. زي ذي اللقطة بول كان يبي يسمم آني فحط سم على الكاسة تبعتها، لكن آني بالغلط وقعت الكاسة وجابت كاسة ثانية غير مسممة. ونظرات بول يعني كأنه قاعد يقول ونقدر إحنا المشاهدين نعيش تجربة بول بالحرف الواحد، سواء محاولاتها للهرب، مشاعر الخوف اللي ترتابه كل ما شاف آني تدخل الغرفة أو يسمع صوتها. والمشكلة إحنا كمان نحس بذاك الخوف، نحس أنه في شيء مرعب راح يحدث. هذا الشيء الممتع بميزري، هو أنت ما عم تشاهد الفيلم، أنت قاعد تعيش تجربة الفيلم. المهم بول تجيه فكرة ذكية أنه يكتب تلميحات للمحقق اللي حقق بقضية اختفاء بول شيلدون، ونغوص في هذه الأحداث كلها من محاولة المحقق لإيجاد بول إلى محاولات بول للهرب بنفسه في ظل تدهور حالة آني الصحية، إجبار آني البول على كتابة نهاية القصة اللي تراضيها، وهو يقعد يكتب القصة حسب اللي تريده هي. وبعد كل هالأحداث تجي اللقطة الأيقونية اللي معروف فيها فيلم ميزري،
آخر مرة أنا شفت اللقطة كانت قبل 2 سنين، بس متذكر كل تفصيل فيها. بعد ما تكشف آني محاولة بول للهرب، تقوم رابطتها بالسرير وتمسك مطرقتها. اللقطة ذي قشعرت بدني الصراحة. لما شفتها تمسك المطرقة عرفت أنه الشيء اللي بيصير لبول ما يحمد عقباه. بعدها تقوم آني تمسك المطرقة وتكسر رجلين بول عشان يقعد فترة أطول هنا. بول خلاص قفلت معاه. بعدين في اللحظة اللي يكتشف فيها المحقق مكان اختباء بول، بعدها يتفنش المحقق، وهنا يحصل مشهد بوس فايت أسطوري بين بول وآني. يعني تعرف لما الفيلم يجيب لك شخصية فخمة وقوية بعدين بنهاية الفيلم ينمسح بكرامتها الأرض؟ ذا اللي حدث مع آني. بس في لقطة ما ذكرتها، هي أنه لما كان بول يقرأ ألبوم آني اكتشف أنها ممرضة أطفال، وكان كل الأطفال اللي تهتم فيهم يموتوا. بعدين تم اكتشاف أنها كانت تقتلهم عمدا. يعني آني بدأت كشخص لطيف، بعدين كشخص غريب الأطوار، بعدين إلى شخص مجنون ومهووس بالروايات، إلى قاتل أطفال صغار. تطور شخصية الرعب ذا كان شيء أسطوري، وخلى تجربة الفيلم ممتعة جدا صراحة. المهم يتمكن بول من قتل آني والهروب من ذاك المنزل الموحش. يمر الزمان وبول تتغير شخصيته ويصير ألطف بسبب الجحيم اللي عاشه في ذاك البيت، وهو لا يزال يشوف هلاوس الآني، بس ده الشيء ما أثر عليه. وكذا انتهى فيلم ميزري، فيلم القرن.